ما قال ولا كلمه حول حصيله الماء. هل هذا امر عادي صراحه؟ ماشي عادي. انا اليوم راني لا كريز كي قريت مقال تاع زميلنا شعيب كحيل تاع الخبر، واش قال واش كلم حسب مصادر، وقال لك باللي ولا عضو في المكتب الفيدرالي تكلم ولا دار اقتراحات ولا دار طلب استفسار او تساؤل. بارك الله فيك. اسمع، واش راكو ديروا هنا اعضاء المكتب الفيدرالي، واش راكو ديروا في الفيدراسيون الى ازمه كيما هذه اللي راهي شعلت 45 مليون جزائري وانتم تتلاقاو باش ما تقولوا حتى كلمه؟ يا اخي انا نطلب منكم انكم تستقيلوا من المكتب الفيدرالي، لان اليوم دونك دون سو كالا واش راكو ديروا في كره القدم مصطفى؟ صراحه انا كي قريت المقال بارك الله فيك تفاجات. المواطن البسيط، الاعلامي، المدرب، كلهم مدوا رايهم. ابسوليومون. انتم اعضاء المكتب الفيدرالي. لان مصطفى شوف، تحب ولا تكره، إثراء النقاش عندما يكون الناس كامل تمد رايها، هذا هو إثراء النقاش. ربما عضو من المكتب الفيدرالي كانت عنده فكره يمدها، يطرحوها هذيك الفكره يديفلوبيوها الناس. ربما واحد اخر عنده اونوطري يبان لك كل واحد ان النقاش هكذا كي يكون نقاش يعني الافكار تكون مليحه دو لا ديسكسيون جاي لا لوميير. يعني الان الناس كاع ساكته. مصطفى خويا صراحة زادوا قلقوا الشعب يا أخي مصطفى. أنا نتمنى إن شاء الله باللي في المستقبل يكونوا كمام هاد الأعضاء يفون رياجير، باسكو لا كملنا في هاد لا ديمارش ما راحش نخرجوا مصطفى. انا نقول لك صراحه، وانا صراحه انني مندهشه والله العظيم، غير راني وكذلك